السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في وصفة جديدة من وصفاتنا. اليوم رح نعمل مع بعض إن شاء الله النقانق في طاسة على النار. دهنتها بمعلقة من الزيت النباتي، يفضل تكون الطاسة واسعة. رح أضيف 800 جرام من النقانق المقطعة على مكعبات. بقلبهم مع بعض بشكل سريع. أول ما أخذوا هذا اللون راح أحطهم على جنب الطاسة بهذا الشكل، وأوسع لباقي الخضار اللي حابة إني أضيفها. ضفت حبتين من الفلفل الملون وحبة من الفلفل الأخضر الحامي. طبعا الفلفل الحامي فيكم تستغنوا عنه أو تضيفوه حسب الرغبة. على جنب الطاسة راح أقلبهم مع بعض بهذا الشكل. تقليب الخضار على جنب والنقانق على جنب راح يدوا الوصفة نكهة كتير أطيب ما إنه نخلطهم مع بعض. فبأول ما نبلش نشتغل فيها راح ندبل الخضار على جنب والنقانق على جنب ثاني، عشان هيك يفضل إنها تكون الطاسة واسعة، أو ندبل كل نوع لوحده في طاسة منفصلة. راح أقلبهم مع بعض لمدة دقيقتين. هلأ راح أضيف حبتين من البصل المقطعين لشرايح وأقلبهم مع الفلفل الملون. هلأ بقلب كل المكونات مع بعض، وراح أضيف رشة من الملح رشينا الملح ورشة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من بهار المشاوي. بهار المشاوي رح يديها طعم كتير طيب. ورح نقلب كل المكونات مع بعض دقايق وحتكون معنا جاهزة. أول ما تتدبل معنا الخضار وما بدنا إياها تستوي بشكل كامل، ورح نطفي عليها النار. هديت النار وراح استمر في التقليب على النار الهادية. وأول ما تبلش تتدبل معنا الخضار بنطفي عليها النار. قبل ما نطفي عليها النار، اللي بيحب انه يضيف معلقة من الكاتشب مع معلقة من الصويا صوص رح تديها طعم كتير رائع. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. إذا عجبتكم وصفتنا بتمنى تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. شكرا لكم، يعطيكم العافية.